الأهلي والأرض والدولة. القضية يا باشمهندس قضية قيمة الإيجار المتأخرة على أرض النادي الأهلي في الجزيرة اللي اتخصصت من 1907. عشان تبقوا متابعين القصة إزاي. حصل خلاف على التسعير. النادي الأهلي مأجر الأرض أو مخصصة له الأرض من 1907. الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق قبل ما يمشي كان حريص على أنه هو يعمل كرسي في الكلوب للنادي الأهلي ويثير الأزمة اللي لا زالت حتى الآن. الدكتور عبد القوي خليفة استقبل الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب والمهندس هشام سعيد، وتم الاتفاق على لجنة قانونية للتفاوض فيما بين الطرفين، لكن ده كان سبقه الحجز على أرصدة النادي الأهلي في البنوك. إعلاميا القضية أثيرت في الفترة الأخيرة فيما يخص أرض النادي في بعض الاتجاهات، فظهر النادي الأهلي كما لو كان أو هو بالفعل وصف بكده إنه رافض يدفع حق البلد. ده لدى البعض. لدى البعض إنه رافض يدفع حق الدولة. الموضوع من هذا المنظور. طيب هعرض لك أنا الاتجاهات الإعلامية 3 اتجاهات و3 اتجاهات كل واحد فيهم في اتجاه، ونشوف بعد كده رأي المهندس عادل القيعي. في الأهرام كتب الأستاذ أيمن أبو عايد: لا حياة لمن تنادى، وبيقول: يقول الشاعر العربي عمرو بن المعدى كرب الشهير بابن ربيعة: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى. وأرى أن هذا البيت الشعر البليغ ينطبق على ما نكتبه ونقوله في وسائل الإعلام، بينما الوسط الرياضي لا حياة لمن تنادى. المثير للاستغراب والاستفزاز كما يقول أيمن أبو عايد أن يماطل الأهلي في تسديد مستحقات محافظة القاهرة عن أراضي نادي الجزيرة البالغة 750 ألف جنيه سنويا عن السنوات الماضية البالغة 13 مليون جنيه، ويلجأ للقضاء ويطعن على الحكم في الوقت الذي يدفع صاغرا وبصدر رحب قيمة التعاقد مع أي لاعب حتى ولو كان يفوق ما يدفعه للدولة سنويا. هذا في الأهرام لأيمن أبو عايد. في الجمهورية يوم 11 أغسطس الخميس الماضي وليد الحسيني قال: الثورة لم ولن تصل لأهل القرى، وتحدث في بعض الجوانب، لكن ما يخص النادي الأهلي في هذه القضية قضية الأرض قال إن في النادي الأهلي ما زالت الأمور تدار بنفس الطريقة السابقة، من تهديد للمسؤولين الذين يفكرون في الدخول في مواجهة مع مسؤولي النادي الأهلي، وآخرها أزمة النادي مع محافظة القاهرة بسبب ديون النادي المستحقة عليه لصالح المحافظة. وقال وليد الحسيني: أطلق مسؤول النادي الأهلي قناة النادي للهجوم على محافظ القاهرة بسبب ديون النادي للمحافظة جراء الإيجار القديم على النادي، وتهديده بشعبية النادي الجارفة ليس في محافظة القاهرة فقط بل في أنحاء مصر كلها، وهو أمر غير مقبول، وكان الأقدر بمسؤول النادي الدخول في مفاوضات مع المحافظة لحل تلك الأزمة بدلا من التهديد والوعيد. والمثير بيقول وليد الحسيني أن النادي الأهلي يدفع ملايين الجنيهات للتعاقد مع لاعبين جدد في الوقت الذي يرفض فيه دفع ديونه لمحافظة القاهرة، وقال إن في الوقت اللي دفع فيه 8 مليون جنيه لنادي إنبي للتعاقد مع وليد سليمان بخلاف مستحقات اللاعب، يرفض تسوية ديونه لمحافظة القاهرة اللي بتبلغ 3 ملايين جنيه فقط بخلاف الفوائد المستحقة على الدين نتيجة التأخير في السداد. ده وليد الحسيني في الجمهورية. في المصري اليوم هناك رأي للدكتور ياسر أيوب كان مخالفا، قال: الأهلي وحقوق الآخرين. وقال الدكتور ياسر أيوب: انسوا أي عاقل أو منطق أو حتى حوار هادي بشأن تلك الأزمة، فطالما هي مجرد صدام بين النادي الأهلي ومحافظة القاهرة لحقته أحكام قضائية وأموال محجوز عليها وشكاوى متبادلة وحروب إعلامية بدأت تدق طبولها، إذن لابد أن ننقسم كلنا على الفور إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق ينتمي للأهلي يراه دائما صاحب كل الحقوق بلا أي أخطاء، وفريق آخر مستحيل أن يرى الأهلي يوما صاحب صواب أو أي حق، وبهذا التقسيم تنتهي الحرب قبل أن تبدأ ويموت الكلام قبل افتتاح الحوار، ويصرخ الفريق المناصر للأهلي بأن محافظة القاهرة تتعنت ضد الأهلي دون أي سبب أو تفسير، وأرض الجزيرة التي ظل الأهلي يدفع إيجارا رمزيا لها طيلة 100 سنة استثمرها الأهلي في مشروعات خاصة لم يبني ملاهي ومطاعم وأسواقا تجارية، وإنما قدم نجوما في مختلف اللعبات وقاد الرياضة والكرة المصرية إلى انتصارات وأفراح. ويمضي الدكتور ياسر أيوب في مقالاته قائلا: وهكذا حسم كل فريق مسبقا موقفه من القضية وتفرغوا لتبادل الهجوم. وبيقول يعود للأهلي الفضل في تنميتها عن هذه الأرض إلى جانب ما قدمه الأهلي لمصر كلها رياضيا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا عبر أكثر من 100 سنة.
وقال والدولة حين تقرر رسوما على مواطن مقابل سيارة يملكها أو خدمات ينتفع بها لا تأتي وتضاعف هذه الرسوم فجأة، لأن هذا المواطن أصبح يكسب الكثير جدا من عمله الخاص. ده رأي الدكتور ياسر أيوب أو بعضا منه. النهاردة الكابتن عصام عبد المنعم في الأهرام يا باشمهندس عرض المشكلة في إطار رسالة وصلته من القارئ المهندس نبيل عبد السلام محمد، وقال إن هو بيستحق التعليق على رسالته، لكن قال إن أنا لو كنت أرغب في المجاملة ده كابتن عصام لسرت في الموكب السائر حاليا ولا طلبت المحافظة بالتنازل عن القيمة الإيجابية بدعوى أن الأهلي مؤسسة رياضية وطنية تقدم خدمة عامة وترعى 22 لعبة تقدم أغلب نجومها للمنتخبات الوطنية والكثير، لكن الأغرب ممن ذلك يا باشمهندس أن تتهم الأهلي بأنه صمت بدوره على قرار الهبوط مقابل صفقة مع اتحاد الكرة. فالأهلي لم يصمت، وصرح كل مسؤوليه الإداريين والفنيين مرارا وتكرارا في كل وسائل الإعلام العامة فضلا عن قناته ومجلته بأن القرار ضار بالكرة المصرية ويضر الأهلي أكثر لأن لديه ارتباطات قارية. هذا رأي الكابتن عصام عبد المنعم. وفي رأيه أنه بيقول إن أنا طلبت الأهلي برفع قيمة الاشتراك السنوي لأعضائه ب10 جنيهات لجمع الإيجار المستحق من الأعضاء الذين ينتفعون بهذه الأرض ومرافقها نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية من جنيه واحد سنويا إلى 10 جنيهات عن كل متر من أرض الأهلي بالجزيرة. باشمهندس عدلي، لا طبعا هل وضحت لديك الرؤية من خلال الرؤات الأربعة؟ واضحة وأنا متفق مع خط واحد مع كل الرؤى، تمام، ومختلف مع التفاصيل في بعضها، تمام. متفق على حق الدولة، لا أحد فوق الدولة، صحيح، ولا أحد يملك ينتقص حقا للدولة أن ينتقص، لا أن ينتزع حتى، لا أن يمتنع عن الوفاء بحق الدولة. تمام، خلينا عشان ما حدش يزايد علينا في النقطة دي. تمام. ولكن أين حق الدولة؟ هل نحن متفقون على حق الدولة فين؟ أو المعالجة في الحصول على حق الدولة؟ هنا اللي مختلف معانا. إذن أنا متفق مع الجميع على أهمية القضية والالتزام بحق الدولة كما يتم الاستقرار عليه. خلافنا فين طيب؟ تمام. خلافنا أولا المبلغ ما هو 13 مليون جنيه. المبلغ أصله 5 مليون جنيه. الأهلي كان بيدفع جنيه لمدة 99 سنة، يعني له 13 ولا 3. كان بيدفع جنيه لمدة 9 سنوات، لمدة 99 سنة. ولكن فجأة طولب ب 750 ألف جنيه إيجار عن الجنيه، عن نفس الجنيه. الجنيه تحول إلى 750 ألف. الأهلي أراد أن يتناقش موضوعيا ويحصل حوار أي حول تقدير هذه القيمة، وهذا حق لكل المواطنين. طبعا يأتيك تقدير جزافي تعترض وتتناقش وتصل إلى وتتصالح. طبعا وتتصالح. والزمالك عمل كده مع أرض الأواف، حتى في قضايا التهرب من الضرائب. صحيح، بيتم التصالح وقرار من وزير المالية بعد ما توصل الأمور. لكن إنك أنت تدفع غرامة على تقدير موضوع قبل الاتفاق عليه تصل إلى 4 أضعافه، يعني أو 3 أضعافه. وقانونا المفروض الفايدة لا تزيد يعني عن أصل الدين. فأنت دفعت 3 أضعاف، يعني الرقم اللي هو ما هوش 13 و16 مليون وشوية، ما هوش كلها حق دولة وإيجارات، ولكنها غرامة مفروضة من فوائد وغرامات عن مبلغ مبالغ في تقديره الأول ومش متفق عليه. تعال بقى نشوف التناول. الأستاذ أيمن أبو عيد كتب، بس ده جزء من الموضوع، كتب قال يا سيدي لا حياة لمن تنادي أو تنادى، ما أعرفش الصحة بتاعتها إيه، تنادى. ولكن بنتكلم على إن يعني مسألة الفكرة إنه بيدفع بصدر رحب في لاعب. هو بيدفع للاعب ده ليه؟ بيعمل بيه إيه؟ والمين؟ وهو بيخصه عشان يتاجر فيه؟ وإذا خصه عشان يتاجر فيه هذا حق وهذه إدارة. صحيح، وهذه رسالة للنادي. هو ده نادي إيه؟ مش نادي رياضي. كرة القدم هي عنوانه. ألم يحصل النادي الأهلي من خلال سياسته الكروية
على لقب نادي القرن؟ ألم يصل 3 مرات منفردا قبل أن يلحقه باتشوكا بعد كده إنه يلعب 3 مرات في نهائيات كأس العالم في اليابان؟ ألم يحصل على المركز الثالث عالميا محدثا سمعة مدوية من خلال سياسته الكروية الناجحة في إنه هو يوصل ثالث العالم ويحصل على سمعة مدوية للكرة المصرية؟ ألم يحقق المنتخب القومي من خلال ما قدمه النادي الأهلي من تنظيم وكرة ونجوم وحشد للنجوم، دربهم بشكل اللي هيقول لك لا انت كسبت بنجوم جبتها، النجوم دي كانت في اماكن اخرى لم تحقق هذا النجاح ولم تكسب هذه البطولات. ولكن نظام الاهلي وما ينفقه على كرة القدم وعلى ما يحققه من التزام وتجانس بين من خلال انفاق بين نجومه، من خلال انفاق مرشد ومستقر وموضوع في مكانه، حقق للكرة المصرية الكثير. تراجع مستوى النادي الاهلي، تراجع مستوى المنتخب. مش في ربط مش محتاج فصال. فاللي يجي النهارده يقول لك حط في لاعب، لا انا احط في لاعب لان دي سياستي ومسؤوليتي. اناقش الدوله في الايجار، اناقش الدوله في الايجار، لان غيري عمل كده وغيري رفع قضيه زي نادي الجزيره وكسبها. اصبحت الارض مش مخصصه لنادي الجزيره، الجزيره يمتلك ارضه بالقانون وهو ما يفعله الاهلي وهو ما رفع به قضيه. لماذا لم ينتظر؟ احنا مش ضد حق الدوله ولكن ضد الاجراء الذي اتخذ بالحجز على اموال النادي الاهلي للضغط عليه عشان يدفع القيمه. مش عشان يدفع القيمه، يا ريت عشان يدفع القيمه. في عقوبه. صحيح. في توقيت. في توقيت، لا توقيت مش مظبوط. طبعا. وبعدين الكلام على ان النادي الاهلي بقى بعد كده مع الاستاذ وليد الحسيني اللي بيقول وتهديد من قناة الأهلي أولا المحافظ مشي، هنهدده ازاي؟ المحافظ اللي خد القرار مشي. احنا ما هددناش المحافظ، احنا ناشدنا السيد المحافظ الجديد ولما استجاب أشدنا وشكرنا، واستجاب الراجل وقلنا له هو ده الإجراء المفروض أن يحدث. صحيح. الجميع يتحاوروا في مصلحة وطن وفي مصلحة أكبر الأندية في إفريقيا اللي دلوقتي المطلوب حسب ما يقال تقويضه والتهكم على سياسته في ان هو بيجيب اللعيبه عشان يكسب البطولات، وكان هذا ليس دوره وليس طيب. مسؤوليته. وبعدين ان احنا بنضغط بقناه الاهلي، ما بنضغطش بقناه الاهلي، احنا بنوضح وبنشكر. ولما المحافظ استجاب ولم يفرج على فكره السيد المحافظ حتى الان على اموال النادي الاهلي ولا تنازل عن القضيه، ولكن استجاب للدعوة العاقلة في الجلوس للوصول إلى حلول. من في النادي الأهلي يمتنع عن حق الدولة؟ لا يوجد عاقل ولا يوجد مواطن يمتلك حس وطني يمتنع. ولكن أين حق الدولة؟ يجب أن يتحدد أولا ويتفق عليه وبالشكل السليم، وبعدين نفي بالحقوق. ولكن لما نقول احنا زينا زي نادي الجزيرة ونحط أحكام خدها نادي الجزيرة، ده مش التفاف. طب ما هو الزمالك عمل كده مع الأوقاف وجلس وتوج ووصل إلى أرقام، وكل الناس سندته إعلاميا، كل الناس سندته إعلاميا. والإسماعيلي عندما حجز على أمواله صحيح كل الناس قالت ده نادي بيؤدي رسالة وسندناه جميعا وتم فك الحجز تاني يوم، الحجز عليه. ولكن عندما يفعل هذا الأهلي يبقى بيهدد، هذا التفاف على الحقيقة وغير حقيقي. ولكن أنا مع كل من يطالب وأتوقف الحقيقة هنا. باشمهندس لك أن تتوقف عند ما تريد، لكن مخرجنا عايز يطلع فاصل سريع نرجع منه. لا بس أنا في حتة معلش ممكن استأذنه ويأجل عشان ما يتوش مني التعليق بس. طب اتفضل لأنه سريع. مرتبط بالفقرة. اتفضل. يعني هو في الأستاذ وليد الحسيني قال 3 حاجات. قال إن قناة الأهلي بتهدد، لا ما بنهددش، بدليل إن إحنا الانتقاد كان لمحافظ سابق مشي والإشادة كانت لمحافظ موجود، المناشدة كانت له والإشادة كانت بيه. تمام. ولكن احنا قلنا احنا عايزين زينا زي الإسماعيلي زي الزمالك زي الناس اللي وقفت جنب الأندية دي. الأهلي أيضا يستحق الدعم في إن هو ما يتحجزش على أمواله في التوقيت ده ده بالظبط. ثالث نقطة، الأهلي يعاني. الأهلي يعاني. هو فعلا عمل عقد رعاية كبير، أولا ما قبضش منه لحد النهارده ولا مليم.
لحد النهارده، لان العقد لسه لم يوقع، هناك بعض التفاصيل بيتفق عليها. نمره 2، العقد قيمته قرابه ال50 مليون جنيه بيتصرفوا بالكامل عن النشاط الرياضي الذي يحتضنه النادي الاهلي في غير كره القدم، تقريبا من 45 ل50 مليون جنيه بيتصرفوا على رعايه الرياضه لصالح الدوله. رعايه الرياضه ولا يحصل الاهلي على مليم واحد دعم. فاللي بيقول ان هو نادي غني، لا، هو يبقى غني لو لغى الالعاب دي وصرف على كره القدم فقط، ولكنه يتحمل مسؤوليته في رساله واضحه للمنتخبات القوميه والدوله، وبيضع تقريبا معظم اللي بيجي له من عقد الرعايه في رعايه هذه الرياضه. اذا كان الناس شايفه ان ده مش دور يستحق المسانده، يقولوا لنا ماذا يستحق المسانده. اعتقد المفروض تكون وضحت. ما ناقشناش لسه كلام الاستاذ ياسر، ممكن نناقشه بعد الفاصل الاعلاني. نطلع لفاصل ونرجع نشوف تعليق المهندس عادل القيعي على ما ذكره الدكتور ياسر ايوب. باشمهندس، كان ليك رغبه في ان انت تعلق او تقف عند المقاله اللي كتبها الدكتور ياسر ايوب في المصري اليوم عن قضيه ارض الاهلي؟ ما احنا استعرضنا كل اللي اتكتب الاستاذ ايمن ابو عايد والاستاذ وليد الحسيني، لكن احنا ويبقى الدكتور ياسر والكابتن عصام وكابتن عصام. الكابتن عصام هاخده بسرعه لانه هو الراجل جاب رساله احد القراء، كاد يكون اتهمه ان هو يعني ما بي بيجامل الاهلي. يعني ما حاجه زي كده. فهو قال له انا لو بجامل النادي الاهلي كنت جاملته في موقفه في قضيه الارض، لكن انا شايف ان الاهلي يدفع حق الدوله، وانا متفق مع كابتن عصام في ان الاهلي يدفع حق الدوله، وكابتن حسن حمدي وكل المسؤولين ولا يجرؤ مسؤول الا اتفق على هذا، يبخس حق الدوله. لكن انا شرحت قبل كده ان حق الدوله هنا ما هو حق الدوله، ولماذا لم نقعد نتناقش حوله، ولماذا الحجز هو في هذا التوقيت من محافظ يغادر وياتي محافظ اخر يبحث عن الحلول. فاحنا انتقدنا تصرف حصل بشكل شبه متعمد من شخص مغادر للسلطه، وهو نفس ما يحدث الان في المجلس القومي في اللوائح والقوانين، واشدنا بمحافظ يسعى الى ايجاد الحلول شانه شان المحافظين اللي سعوا لكل الانديه الشعبيه، المصري والاسماعيلي والزمالك، في ايجاد حلول للمشاكل. تمام. الاجابه هل الاهلي يعاني؟ انا قلت ده كان على لسان الاستاذ وليد الحسيني، قال لو كان الاهلي يعاني من ازمات ماليه لكنا وقفنا معاه. لا، هو يعاني لان الفلوس اللي بتيجي من الرعايه لا تصرف على كره القدم، ولكن على النشاط الرياضي الذي يثري جميع المنتخبات المصريه، وهذه رساله النادي الاهلي. الاستاذ ياسر ايوب قال لك ايه؟ قال لك اللي بيناصر الاهلي لن يراه مخطئا، والذي يعادي الاهلي لا يراه صاحب حق في مهما حاولت معاه. وبين الاثنين هناك مساحه، بحث لنفسه، حط لنفسه مكانه فيها. قال ايه بقى استاذ ياسر ايوب؟ قال ان النادي الاهلي لو كان خد الفلوس دي استثمرها في ملاهي ومشروعات استثماريه ترفيهيه كنا انتقدناه. ولكن الاهلي يقوم برساله، وقال نفس الكلام اللي انا قلته، انه بيقدم للمنتخبات في الالعاب المختلفه نجوم كتيره وبيصرف كتير. وقال ان رايه الشخصي بقى هنا، فانا في هذه القضيه بالتحديد انحاز للاهلي. الاستاذ ياسر بعد ما حدد الموقفين قال هو بقى اراه صاحب حق في رفض قرار محافظ القاهره ايا كان محافظها، فالاهلي ليس شركه خاصه ولا هو نادي استثماري يملكه رجل اعمال، وحين اقيم الاهلي فوق هذه الارض لم تكن بشكلها الحالي، وانما كانت خارج زحام القاهره كلها، وان الاهلي يعود الفضل في تنميتها، وده اللي قلناه قبل كده حتى لما استرشدنا بفرع مدينه نصر. كان المتر ب 300 جنيه وصل 30,000 جنيه النهارده. محافظه القاهره ورثت ملكيه الارض من الدوله ولم تقدم للاهلي اي خدمات او رعايه استثنائيه حتى تاتي اليوم وتطلب المقابل. وبيقول ايضا ليس معنى نجاح الاداره المالي
النجاح الإداري والمالي للأهلي أن تلتفت إليه المحافظة مقلبة في دفاترها القديمة ناسية مئات الأراضي الأخرى التي سرقها أو خطفها رجال أعمال ورجال سياسة ونظام فاسد تهاوى علنا أمام الجميع، وتقرر على الأهلي وحده هذا الإجراء. على فكرة الكابتن عادل طعيمة كان كلمني مكالمة تليفونية وقال إن هو بيجري أول أمس لقى أرض مخصصة للجمعيات التابعة للسيدة سوزان مبارك، مخصصة من السيد محافظ القاهرة لأنشطة تخص المرأة والطفل. فين؟ في مدينة نصر. ومش عارف إذا كان الوقت يسعفنا إنه يجي يحكي لنا إيه اللي شافه. للأسف الوقت ده لكن علينا أن نذهب ونصور هذا الأمر ونتعقبه ونشوف الأرض دي متاخدة يا ترى بالبيع ولا بالتخصيص، ومصيرها إيه النهاردة، وماذا فعل المحافظ الأسبق في حفاظه على أموال الدولة في هذه الأرض قبل أن يلاحق النادي الأهلي الذي يخدم ملايين من شباب مصر سواء بالانتماء أو بالممارسة الفعلية. لأن رأي الأستاذ ياسر الدكتور ياسر أيوب في هذا الأمر كان فعلا بيحط نقط موضوعية جدا وبيتفق مع ما قاله لي الأستاذ الكابتن عادل طعيمة في أنه طب ما في أراضي تانية ما حدش بيقول لنا إيه اللي بيتم فيها. لكن هذا لا يعني أن احنا عايزين أن يفلت الأهلي دون حق الدولة، ولكن إذا كان للأهلي حق قانوني هيسترشد به كما فعل نادي الجزيرة، فاحنا وراء هذا الحق مهما قيل ومهما يقال، لأن النادي الأهلي ما هواش نادي استثماري، ده نادي أكبر نادي في أفريقيا وحقق لمصر الكثير ويستحق من مسؤوليها الكثير. أعتقد قيمة ومكانة النادي الأهلي في غنى عن أي كلام إضافي.